كانت الأجواء هادئة وطبيعية في حي بين السرايات المتاخم لجامعة القاهرة بالعاصمة المصرية بعد ظهر أحد أيام العام 2008. فجأة خرجت فتاة شابة من نافذة أحد المباني السكنية لتصرخ وتستغيث بالمارة الذين كانوا يملؤون الشارع في ذلك الوقت من اليوم. كانت الفتاة تصرخ بكل عزمها وبأعلى صوتها محاولة إخبار المارة بأن شابا ما كان ينحر عنق والدتها في الطابق السفلي. جلبت صرخاتها العديد من المارة الفضوليين الذين تجمهروا حول المنزل الذي خرجت الفتاة من نافذته. كان الجمع الغفير من الحضور يحاولون فهم الموقف من كلمات الشابة المتقطعة والتي كانت توحي بالذعر الذي تعرضت له للتو. وفي خضم ذلك الموقف الغريب خرجت شقيقة الفتاة من بوابة المبنى السكني ذاته والدم يقطر من بطنها المثقوبة بفعل سكين حاد. حاولت الشابة الملطخة بالدماء والتي كانت تترنح في سيرها كما لو كانت إحدى مخلوقات الزومبي التي تظهر في السينما الأمريكية الاستنجاد بالحضور الذين تجمعوا خارج المنزل، وقد هم بعضهم بمد يد العون إليها بالفعل، لكن شابا مسلحا بسكين ملطخ بالدماء في كل يد خرج خلفها مسرعا ووجه لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها ليجهز عليها على الفور وينهي حياتها. وقف الجميع مذهولين أمام هذا المشهد المريب. حاول بعضهم التدخل للسيطرة على ذلك الشاب الهائج الذي لم يتورع عن ارتكاب تلك الجريمة البشعة على مرأى ومسمع من الجميع، لكنه كان في حالة هيجان عصبي كما لو كان ثورا يصارع للظفر بحياته في حلبة مصارعة الثيران الإسبانية، ولم يستطع أحد السيطرة عليه. في خضم تلك الأحداث الدرامية التي عاشها سكان المنطقة عادت شقيقة الفتاة المقتولة التي كانت جثتها لا تزال غارقة في بركة من الدماء على الأرض في الشارع لتفاجأ بهذا المشهد المفزع. قبل أن تتاح لها الفرصة للدهشة هجم عليها الشاب بغل وحقد ووجه لها الطعنات الواحدة تلو الأخرى حتى سقطت قتيلة بجانب شقيقتها على الأرض. بعد ذلك هدأ الشاب قليلا وجلس على الرصيف بجانب الجثتين وألقى بالسكين من يده قبل أن يطلب من الحضور أن يتصلوا بالشرطة وهو بانتظارهم دون أن يحاول الفرار من مسرح الحادث. ترى من يكون هذا الشاب؟ وما هي الظروف التي أدت به لارتكاب تلك الجريمة البشعة؟ وماذا سيكون مصيره في النهاية؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة تابعوا معنا هذه الحلقة المقدمة لكم من قناة عقارب الموت حتى النهاية، ولا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كان محمد عبد الله ينحدر من أسرة بسيطة تقطن في منطقة السريات المشهورة بانتشار المكتبات التي تقدم خدمات تصوير الأوراق وبيع المستلزمات المكتبية لطلاب جامعة القاهرة، الجامعة الأكبر والأعرق في جمهورية مصر العربية. في عام 1996 تخرج محمد من إحدى المدارس الفنية، لكنه قرر الانخراط في عمل أهل منطقته الذي كان بعيدا عن مجال دراسته. بدأ محمد عمله في عدة مكتبات كبيرة في منطقة بين السرايات، وكان دائما ما يحلم بجمع ما يكفي من المال لامتلاك مكتباته الخاصة، خصوصا بعد أن اكتسب خبرة في هذا المجال من خلال عمله المتنوع. كان محمد يجمع المال بحرص ويعمل بجد لتحقيق حلمه في أقرب وقت ممكن. بفضل جهوده المتواصلة تمكن محمد في النهاية من استئجار محل صغير ليحوله إلى مكتبته الخاصة. لم يكن يتجاوز عمره 22 عاما عندما نجح في تحقيق هذا الإنجاز، وكان يعمل بحماس على تطوير مكتبته والترويج لها بشدة. وبفضل هذه الجهود شهد مشروعه الصغير نموا ملحوظا في فترة قصيرة للغاية. بمرور الوقت استطاع محمد توسيع مكتبته وإضافة محل جديد للمحل الذي كان قد استأجره بالفعل، مما جعل مكتبته أكبر حجما وأكثر شمولية. كما قام بشراء آلات تصوير وطابعات جديدة وأكثر حداثة، مما جعل مكتبته واحدة من أكبر المكتبات في المنطقة بأسرها. أصبح محمد مصدر إعجاب في منطقته بسبب النجاح الباهر الذي حققه في سن صغير، وأصبح قدوة يحتذى بها للشباب ومطمعا للأسر الراغبة في تزويج بناتها من خلال مشروعه الناجح. استطاع محمد أيضا أن يعول أسرته المكونة من والديه وأشقائه الأربعة الأصغر منه سنا. لم يبق له سوى أن يبحث عن شريكة حياته المناسبة، وقد شاءت الأقدار أن تلتقي تلك الشابة بمحمد عندما زارته في مكتبته في أحد الأيام لتبدأ قصة جديدة في حياة الشاب الناجح في مطلع العام 2002.
كانت نهاد وهي فتاة في العشرينيات من عمرها قد لفتت انتباه محمد بشكل كبير بعد أن ترددت على مكتبته أكثر من مرة لشراء بعض المستلزمات الدراسية. كانت نهاد طالبة جامعية تقيم في منطقة بين السرايات وتنحدر من أسرة ميسورة الحال، حيث كان والدها يملك مبنى سكنيا مكونا من عدة طوابق بالإضافة إلى مكتبته الخاصة تماما مثل محمد. علم محمد من أصدقائه وجيرانه أن السبب الذي دعاها للتردد على مكتبته لم يكن شراء المستلزمات الدراسية، إذ كان بإمكانها الحصول عليها بسهولة من مكتبة والدها. شجعه ذلك ليصارح الشاب بمشاعره ويطلب منها أن تعقد له موعدا مع أسرتها لمقابلتهم والتقدم لخطبتها بشكل رسمي. وافقت نهاد دون تردد، وسرعان ما ارتبط محمد بها رسميا. كان حبهما ينمو يوما بعد يوم، حيث لم يكن محمد يستطيع أن يرفض أي طلب من طلبات خطيبته أو أسرتها مهما كانت تلك الطلبات مبالغا فيها. لكن تلك العلاقة الطيبة لم تستمر طويلا. في عام 2005 وبعد مرور حوالي 3 أعوام من الخطوبة، وقعت حادثة تسببت في تصدع العلاقة بين محمد ونهاد، إذ قام شخص مجهول بتعليق مجموعة صور خاصة بنهاد في المنطقة، وكتب على تلك الصور شتائم وعبارات نابية تنتقص من شرف الفتاة الشابة وأسرتها. أثارت الحادثة استياء سكان المنطقة بشكل عام، وأسرة نهاد وخطيبها بشكل خاص، لكن محمد فوجئ بأن أسرة نهاد وجهت له أصابع الاتهام بشكل رسمي في ذلك الحادث، حيث تقدم والد نهاد ببلاغ رسمي للشرطة اتهم فيه محمد بالتشهير بابنته. تطور الأمر بشكل سريع للغاية، وسرعان ما علم محمد أن أسرة خطيبته رفعت دعوى قضائية ضده للمطالبة بتعويض مالي كبير. استطاع محمد وفريق الدفاع الخاص به إثبات براءته من تلك التهمة، حيث أثبت خبير الخطوط أن الخط الذي كتبت به تلك الشتائم على الصور لم يكن خط محمد. انتهت الأزمة بنفس السرعة التي بدأت بها، لكن محمد قرر إنهاء علاقته بنهاد وأسرتها على إثر تلك الأحداث المتوترة، ظنا منه أن ذلك سيريحه من المشاكل. لكنه سرعان ما أدرك أنه لم يكن يقوى على الابتعاد عن نهاد بتلك البساطة. لمدة 4 أشهر عادت نهاد تزور محمد كل ليلة في أحلامه، وأحيانا كانت تتجسد له في غرفته. شارف محمد على الجنون بسبب نهاد التي أصبحت شبحا يطارده في كل مكان. لم يعد الشاب يطيق الابتعاد عن نهاد أكثر من ذلك، مما دفعه للعودة إلى منزل أسرته للاعتذار وطلب إعادة روابط الصلة من جديد. عادت العلاقة بين محمد وخطيبته وأسرتها كما كانت من قبل، وكأن شيئا لم يكن. ورغم عودة الأمور إلى نصابها، إلا أن محمد لم يستطع إخفاء شعوره بالاستغراب والتساؤل عما إذا كانت تلك العلاقة ستمضي قدما أم ستتعرض لأحداث جديدة قد تهدد استقرارها مرة أخرى. وسر محمد لبعض أصدقائه من سكان المنطقة والذين تحدثوا لاحقا مع المحققين عن أفكاره التي كانت تعذبه كل ليلة تقريبا. فوجئ الشاب عندما علم من بعض أهالي المنطقة أن أسرة نهاد لها تاريخ مع ما يسمى بالسحر الأسود. علم محمد أن جدة نهاد من جهة والدتها كانت ساحرة شهيرة في منطقة بين السرايات قبل أكثر من 20 سنة، وقد أشيع في تلك الفترة أن المرأة المسنة كانت تجيد التعامل بالسحر الأسود، وكانت مشهورة بامتلاكها لقطة سوداء لا تفارقها أبدا. كان أهالي المنطقة يزعمون أن تلك القطة السوداء لم تكن في الحقيقة سوى شيطان من الجن، وقد ادعى البعض أنهم رأوا المرأة العجوز وهي تتبادل أطراف الحديث مع ذلك القط في أكثر من مناسبة. في أحد الأيام استيقظ أهالي منطقة بين السرايات ليجدوا المرأة العجوز وقطها مذبوحين ومقتولين في منزلها. وسرعان ما سلم أحد الشباب نفسه للشرطة ليعترف بارتكاب تلك الجريمة البشعة، مشيرا في اعترافاته إلى أن السبب الذي دفعه لنحر هذه العجوز الشريرة وقطها هو أنها سحرته بسحر أسود تسبب في تعطيل حياته وتخريبها بالكامل. كانت الشائعة في المنطقة تقول إن ابنة تلك الساحرة وهي والدة نهاد قد ورثت عن والدتها تلك المهارات السحرية الشريرة، وأنها كانت محترفة في تحضير الجن وتسخيرهم لخدمتها. بالنسبة لمحمد كانت تلك الإشاعات تفسر طبيعة العلاقة الغريبة التي جمعته بنهاد ووالدتها. بدأ الشاب يلقي باللوم في تعلقه غير المبرر بنهاد على السحر الأسود الذي تمارسه والدتها. بدأ محمد يتذكر كل الوجبات التي تناولها في منزل أسرة خطيبته،
وكيف كان يجد في الطعام نكهة غريبة. وقد أرجع محمد تلك النكهة الغريبة إلى أن والدة نهاد كانت تدس له السحر في الطعام. على إثر ذلك أصبح محمد متأكدا بأن أسرة نهاد وبشكل خاص والدتها قد سخرت الجن والعفاريت لتعليق قلبه بنهاد بهذه الطريقة. قرر الشاب أن طريقته الوحيدة للتخلص من ذلك السحر تكمن في التخلص من نهاد وأسرتها بشكل كامل. بدأت أفكار محمد تتبلور إلى خطط محكمة، لكنه لم يكن يعلم أن تلك الخطط قد تقوده إلى حافة الجنون. كان يمضي لياليه في التفكير في كيفية التخلص من السحر، ومع كل يوم يمر كان يزداد اقتناعه بأن حياته لم تعد الأمور إلى طبيعتها إلا إذا نجح في التخلص من تأثير نهاد ووالدتها عليه. كانت هذه الأفكار تدفعه إلى اتخاذ قرارات جريئة، ولم يكن يدرك حينها أن الطريق الذي يسلكه قد يكون محفوفا بالمخاطر والمفاجآت. قام محمد بابتياع عدد من السكاكين الجديدة والحادة، وتوجه إلى منزل أسرة خطيبته في ظهيرة أحد الأيام وهو يضمر في نيته قتل العائلة بأكملها دون أن يبقي منهم أحدا على قيد الحياة. استقبلت والدة نهاد خطيب ابنتها بترحاب في المنزل، وطلبت من إحدى بناتها أن تحضر لهم مشروب الشاي، مشيرة إلى أن نهاد خرجت لشراء بعض الحاجيات من السوق وستعود في أي لحظة. استغل محمد خلوته بوالدة نهاد وأخرج السكاكين التي كان يخفيها بحذر في ملابسه، ثم انقض على المرأة دفعة واحدة وراح يوجه لها الطعنات الواحدة تلو الأخرى، فيما كانت المرأة تصرخ بأعلى صوتها وتطلب النجدة. هرعت شقيقة نهاد التي كانت تحضر مشروب الشاي في المطبخ لإنقاذ والدتها، وعندما دخلت الصالة وجدت نفسها أمام مشهد مرعب للغاية، حيث كان محمد يقف فوق والدتها ويحاول نحر عنقها بالسكين. ركضت الفتاة المذعورة إلى الطابق الأعلى من المبنى وخرجت من النافذة، وراحت تصرخ بأعلى صوتها لتستنجد بالمرة وتخبرهم أن خطيب شقيقتها يحاول نحر والدتها في الشقة الواقعة في الدور السفلي. في ذلك الوقت كانت شقيقة نهاد الأخرى التي تقيم في شقة بنفس المبنى ترعى ابنتها الصغيرة، لكنها سمعت صرخات كل من شقيقتها ووالدتها، فهرعت على الفور إلى منزل والدتها لتفقد الأمر. عندما دخلت إلى الصالة وجدت جثة والدتها غارقة في بحر من الدماء، فيما كان محمد يقف في حال من الهياج ولا يزال ممسكا بالسكاكين في يديه الاثنتين. بمجرد أن لمح محمد الفتاة هاجمها وطعنها عدة طعنات في بطنها وصدرها، وعلى الرغم من إصابتها الخطيرة استطاعت الفتاة الهروب إلى الشارع، حيث كان الناس قد تجمعوا على وقع صرخات شقيقتها، لكن محمد لحق بها إلى هناك وانهال عليها طعنا حتى أنهى حياتها أمام الجميع. وقف محمد بعد ذلك في الشارع ينتظر نهاد حتى تعود من الخارج، وبمجرد أن لاحظ الفتاة في المشهد ركض نحوها وطعنها بغضب. لم يتوقف عن طعنها حتى تأكد أنها فارقت الحياة بالفعل. بعد ذلك هدأت ثورة غضب محمد قليلا، وألقى بالسكاكين وجلس على الأرض مستندا برأسه إلى الجدار، ووجه نظرة يائسة للحضور قبل أن يطلب منهم الاتصال بالشرطة لتسليم نفسه. وبعد إلقاء القبض عليه لم يظهر محمد أي مشاعر ندم جراء ما ارتكبت يداه، مشيرا إلى أن عائلة خطيبته كانت عائلة شريرة وقد استحقت ما جرى لها. أكد محمد في اعترافاته أن التخلص من عائلة نهاد كان سبيله الوحيد للتخلص من السحر الأسود الذي لعنته به والدة نهاد، وأوضح للمحققين أنه كان يشعر بأنه لم يكمل عمله بشكل كامل، حيث كان يتمنى أن يضيف والدة نهاد وشقيقتها الأخرى إلى قائمة الضحايا كي ينهي شر تلك العائلة بالكامل، لكنه لم يستطع قتل أكثر من 3 أشخاص، خصوصا مع وجود الجمع الغفير الذي تجمع حوله أثناء وقوع الجريمة. على أثر تلك الاعترافات التفصيلية وشهادة عشرات الأشخاص الذين شاهدوا وقوع الحادث بأم أعينهم، أحيل محمد للمحاكمة. أوضح الادعاء أمام هيئة المحكمة أن سلطات التحقيق لم تعثر في مسرح الحادث على أي أدلة توحي بأن والدة نهاد كانت تمارس أعمالا متعلقة بالسحر الأسود أو أي نوع من أنواع السحر، مما يعني أن كل الادعاءات التي صرح بها محمد في التحقيقات كانت مجرد أوهام في عقله. في النهاية
أدين محمد ب3 تهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، تاركا خلفه سؤالا لا يزال يحير الرأي العام المصري الذي تابع هذه الجريمة حتى يومنا هذا. هل كانت أسرة نهاد أسرة شريرة لا تتورع عن ممارسة طقوس السحر الأسود الشيطانية كما زعم الشاب، أم أنها كانت مجرد أوهام تغذت على عقل محمد كما زعمت السلطات؟